وصفة النهاردة كنافة بالجلاش. هعملها لكم بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ميكس كده يجمع ما بين الجلاش والكنافة. هعرفكم ازاي تعملوا الشربات ويطلع معاكم مظبوط، وهعرفكم ازاي بقى تعملوا الجمال والقمر اللي انتوا شايفينه ده. عملت معاكم قبل كده كنافة بالجلاش، بس عملتها نظام رول وكانت عجباكوا قوي، وكان في كتير يعني جربوها وكتبوا لي وقالوا لي جربناها وكانت عجبهم جدا. عايزاكم بقى تحطوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي. فعلوا الجرس علشان لما تفعلوا الجرس هيوصل لكم كل جديد في قناتي. تعالوا بقى نصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوش بقى تحطوا لايك علشان الفيديو ده حلو قوي، هينفعكم قوي في رمضان. بصوا بقى يا حبايب قلبي، اول حاجه هبدا بيها وهي الشربات اللي هنحطه على الكنافه والجلاش. نزلت هنا كوبايه من الميه، هنزل على الميه كوبايه ونص من السكر. بعد كده هنزل عليهم عصرة ليمونة، كل ده على البارد يعني لسه ما قطش النار. تمام، السكر والميه وعصرة الليمونة دي كده على البارد. بعد كده باخدها تقليبه كده، بس يعني تقليبه كده وخلاص. تمام، بعد كده حبايبي بقيت عليها بقى النار علشان انا عاوزاها تغلي لمدة 10 دقايق، 10 دقايق بس، واطفي عليها على طول. تمام، بعد كده بعد ما بطفي بقى خلاص عليها واسيبها بس تهدى سنة كده، بنزل عليها فانيليا سايلة، فانيليا بودرة، المتوفر عندك حطيه اخر بعد ما تطفي عليها. بعد كده بقلب كده الفانيليا في الشربات بتاعي وبسيبه بقى على البوتاجاز عبال ما نكمل باقي المكونات، لان انا عاوزاه بدرجه حراره المطبخ عادي، ولا هو بارد ولا هو سخن. تمام، بجيب هنا ربع كيلو من الكنافه. تمام، تكوني جايباها وحطاها في الفريزر بتاعك مجمده، عايزاها متجمده. ليه بقى متجمده؟ علشان لما اجي كده افركها تتفرم معايا بكل سهوله. بصوا انا عايزاها مفرومه، يعني بص مفرومه كده بالشكل ده. ماشي، بعد كده حبايب قلبي بجيب بقى معايا الصينيه بتاعتي. عايزه بقى صينيه مدوره، صينيه طويله زي اللي المتوفر عندك هاتيه. تمام، بحط فيها بس مغرفه كده من السمنه. عايزه اقول لكم ان الكنافه بتحب السمنه قوي يعني. وبضغطها كويس جدا، يعني بفضلي اضغطي فيها كده في الصينيه. تمام، بنزل عليها بقى تاني بعد ما حطينا بقى سمنه في الاول، هننزل تاني بعد ما بحطها وبططها كده. بحط تاني مغرفتين من السمنه، بحيث ان انت تغطي كده الكنافه من فوق. لو تلاحظوا انا ما حطيتش سكر بودره على الكنافه، ما حطيتش سكر بودره خالص. تمام، وزع كده السمنه على الكنافه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام تمام، تعالوا بقى نخش بعد كده. هنجيب المكسرات بتاعتي اللي احنا هنحشي بيها الكنافه والجلاش. طبعا المكسرات دي او الحشوه ترجع لك انت، عايزه تحطي السوداني، عايزه تحطي السوداني على جوز هند على زبيب على مكسر، ميكس كده مكسرات اللي انت عايزاه. انا هنا عندي سوداني، حطيت بس عليه 3 او يعني معلقتين او 3 من الشربات اللي انا كنت عاملاه في الاول، بس عشان يخليه بس متماسك كده ببعضه شويه. زي ما انتم شايفين كده. بصوا انا عايزاه كده. تمام، خلصنا بقى الحشوه بتاعتي، هنزلها بقى على الكنافه. تمام كده كده خلاص خلصنا اللي حطينا الحشوه على الكنافه. بجيب بقى هنا بجيب لفه جلاش، اي نوع لفه جلاش بتستخدميه هاتيه. تمام، بتجيبيه وتحطيه كده على الصينيه بالشكل ده بعد ما حطينا كده المكسرات بتاعتنا على الكنافه بالشكل ده. بصوا بقى انا هحط الجلاش من غير ما احط في النص زبده ولا سمنه ولا اي حاجه، يعني هتحطيه من غير ما تورقيه. يعني شايفين السهوله؟ مفيش اسهل من كده ولا احلى من كده. يعني الكنافه محمرناهاش ولا حطينا عليها سكر بودره، وحطيناها على طول في الصينيه. الجلاش برضو بحطه فوق بعضه كده طبقات كده زي ما انتم شايفين، من غير برضو ما احط سمنه ولا زبده ولا اي حاجه. على فكره الصينيه دي هتطلع حلوه وخفيفه جدا، يعني مش مليانه قوي سكر، وفي نفس الوقت طعمها حلو، طعمها حلو جدا يا جماعه. لازم تجربوها وتعتمدوها في رمضان، في اي بقى اي مناسبه عاوزين تعملوا حلويات، جربوا بقى الوصفه دي بجد تحفه.
بعد كده حبايبي لما بنزل بقى كل طبقات الجلاش زي ما انتوا شفتوا، بقطع بقى الزياده بالسكينه بالشكل ده. طبعا الزيادات دي بعينها بقى لو عايزين تعملوا ام علي هتبقى تحفه بيها. بعد كده حبايبي بعد ما بظبط بقى الجلاش في الصينيه كده، بحط بقى مغرفه واحده من السمنه. تمام، يعني الوصفه دي معتمده على السمنه بتاعتك، وكميه السمنه هي اللي هتظبط لك الصينيه. بعد كده حبايبي بقطع بقى الصينيه زي ما انتم شايفين كده، بقطعها مثلثات كده. تمام، زي ما انتم شايفين كده. بعد كده حبايبي بجيب بقى مغرفه تاني من السمنه بعد ما بقطع الجلاش. اخر حاجه بقى السمنه اللي بحطها بعد تقطيع الجلاش والكنافه دي، علشان السمنه تدخل ما بين كده طبقات الجلاش، ولما تحطيه في الفرن يستوي كده من جوه ويورق معاكي. تمام، بتقيدي الفرن على درجة حرارة يعني اقل من 180، خليها كده 150. حطي الصينية بتاعتك وسيبيها تستوي براحتها خالص. يعني يعني بعد ربع ساعة كده بصي عليها، هتلاقيها بقى ايه، بدأت تورق وبدأت تحمر. لو لقيتيها عايزه لون من فوق، ايدي عليها الشوايه، ما تسيبهاش وتمشي يعني ايدي عليها الشوايه واقفلي عليها كده لمده دقيقه. بصي عليها هتلاقيها خدت اللون القمر اللي انت شايفينه ده. الجلاش مستوي من جوه ومورق. وعايزه اقول لكم بقى بجد تحفه تحفه تحفه، كان طعمها يجنن. وزي ما قلت لكم احنا اعتمدنا في الوصفه دي على الشربات اللي انا عملته في الاول، اللي حطيت عليه كوبايه ونص من السكر وكوبايه ميه بس، ما حطيتش اي سكر تاني ولا على كنافه ولا على اي حاجه. وزي ما قلت لكم الجلاش ما ورقتهوش خالص بالسمنه. كل التوريق بتاع السمنه والكنافه كان معتمد على السمنه اللي احنا كنا بنحطها ما بين الطبقات دي زي ما انتم شفتوا. بس كده، عايزه اقول لكم الوصفه دي لو عملتوها هيبوسوا ايدك وهيقولوا لك انت جايباها من اكبر محل، مش هيصدقوا اللي انت عاملاها ابدا. جربوها بطريقتي وصدقوني مش هتندموا. من احلى واجمل انواع الحلويات اللي انتوا هتعمليها الفتره اللي جايه ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين. لان الوصفه دي يا جماعه واخده كده ميكس ما بين الكنافه والجلاش. ممكن يقولوا لك ايه يا ماما احنا عاوزين النهارده كنافه، التانيين يقول لا 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 احنا عايزين جلاش. خلاص ما توجعيش دماغك يا حبيبتي، ادخلي اعملي الاتنين مع بعض. اللي عاوز كنافه هياكل من تحت، اللي عاوز جلاش هياكل من فوق، اللي عاوز الاتنين هياكل الاتنين. بس عاوزاكي بقى تحطي لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي. فعلوا الجرس علشان لما تفعلوا الجرس هيوصل لكم كل جديد في قناتي. بحبكم قوي، استنوني بقى في وصفة جديدة وفيديو جديد، ومع السلامة وباي باي.